زي ما انتم ما شايفين كده طلعت ما شاء الله اللهم بارك. بس زي ما قلت لكم لو هتسيبوها يوم كامل في التلاجة هتبقى طبعا احلى، علشان الجيلي هيتماسك اكتر. ما شاء الله اللهم بارك. طبقات البسكوت مع الكريم كراميل وكمان مع الجيلي ما شاء الله تحفة جدا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. اتمنى طبعا ان انتوا تجربوها، حالة سريع وسهل جدا، وكمان مش هياخد منك اي وقت خالص، وكمان من غير فرن. ازيكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل وصفة انا ومالك، حلا صيفي سهل وجميل وسريع كمان ومن غير فرن. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا في الوصفه. معانا اول حاجه معانا بسكوت ساده، وبعد كده هنحطه في اللبن، وكمان ده باكت من الكريم كراميل هنعمل بيه، وكمان معايا جيلي طبعا اي نوع انت بتفضليه، عايزاه فراوله او مانجا او اي حاجه، اي طعم انت بتحبيه ينفع، كله ينفع. ده عشان متوفر عندي فانا عملته. ده كده جيلي فراوله وكريم كراميل وبسكوت ساده، وكمان هنحطه في اللبن، وهنبدا نرص في البايركس معانا، وانا هعمل الكريم كراميل، وملك اللي هيبدا يعمل معايا يرص البسكوت. اول حاجه هنعمل ايه يا ملك؟ سلم عليهم. ازيكم عاملين ان اول حاجه هنبل البسكوت في هنبل اللبن، البسكوت في اللبن. وهنبدا ان احنا نرصه في البايركس او اي صينيه موجوده عندك، بطريقه عشوائيه بقى او مرصوص كده. لازم ان احنا ناخد طبقه كويسه من تحت، علشان لما نحط عليها الكريم كراميل ما تقعش مننا. مالك هيخلص الخطوه دي، وهبدا بقى انا احط اللبن وهحط الكريم كراميل، وهنبدا ان احنا ندوبه على النار. 2 باكت من الكريم كراميل، وهنبدا ان احنا ننزل عليهم بالحليب او اللبن. طبعا انا حطيت ال2 باكت على طول، ممكن انت تحطي باكت واحد لو انت عايزه تكون سميكه مش عاليه قوي. هنبدا بقى ان احنا نرفعهم على النار ونقلبهم كويس. وهنا طبعا لسه مالك بيحط البسكوت الساده في اللبن، وهنعمله هيرص كده طبقه كويسه، وبعدين ان احنا نبدا نضيف عليه اول ما الكريم كراميل يتعمل، هنبدا ان احنا نضيف عليه. ده طبعا كيسين كراميل كده بيكونوا معاه، احنا ممكن نستخدمهم على الوش لو انتوا مش هتحطوا جيلي، لكن احنا هنحط جيلي فاحنا مش هنستخدمهم. هنا بقى كده رفعنا الكريم كراميل على النار. اول ما يعمل معانا يعمل زي المهلبيه كده ويبدا ان هو يتقل معايا، هبدا طبعا ان انا اقلبه كويس عشان ما يكتلش معايا على النار زي ما انتم ما شايفين كده. هخلص الكريم كراميل وهبدا ان انا اعمل في الجيلي. الكريم كراميل خلاص خلص معانا، وهنبدا ان احنا نعمل الجيلي. ما شايفين حطيت الباكت بتاع الجيلي، وهبدا ان انا حطيت كوبايه واحده كبيره من الميه، وحطيت كيس الجيلي، وهبدا ان انا احط كوبايه قدامها كمان ميه ساقعه علشان يمسك معانا بسرعه. شايفين كده رصيت طبقه بسكوت كويسه، لازم تكون طبقه بسكوت كبيره من تحت كده زي ما انتم ما شايفين. طبعا رصيتها برعايه مالك، وهبدا انزل كده بالكريم كراميل عليهم. ما شاء الله اللهم بارك. كل ده هيتماسك، حتى لو عندك بسكوت متكسر ينفع طبعا للوصفه، هيبقى تحفه في منتهى الجمال. هسيبه بقى كده في التلاجة شوية، وبعدين هضيف عليه طبقة الجيلي. مش هينفع خالص دلوقتي ان انا اضيف طبقة الجيلي دلوقتي، لازم يتماسك خالص. زي ما انتم ما شايفين كده خلاص تماسكت كده في التلاجة شوية. هبدأ بقى ان انا احط الطبقة الاخيرة وهي طبقة الجيلي. الطبقة دي تقدروا ان انتوا تستغنوا عنها وتخلوها شوكليت، او ممكن تخلوها كريم شانتيه، اي حاجه متوفره عندكم تقدروا ان انتوا تعملوا بيها اخر طبقه دي زي ما انتوا حابين. ممكن نوتيلا متسيحه كده، وممكن شوكولاته، ممكن ان انتوا تحطوا كريم شانتيه، هتبقى تحفه في منتهى الجمال. حلا بارد وسهل ولذيذ وجميل قوي. هنستنى بقى الطبقه التانية كده لحد ما تتماسك معانا طبقه الجيلي، وهتكون معانا في منتهى الجمال. تقدروا برضو ان انتوا تحطوا بدل جيلي الفراوله اي نوع جيلي انتوا بتحبوه او بتفضلوه او متوفر عندكم. زي ما انتم ما شايفين كده خلاص الجيلي خلاص تقريبا كده مسك نفسه. طبعا لازم تسيبيها يوم كامل في التلاجة، بس احنا طبعا مصبرناش، هنسمي الله بقى ونقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. بجد حلا سريع ولذيذ جدا، وكمان سكره خفيف قوي ما شاء الله اللهم بارك. بس طبعا زي ما قلت لكم هو كان محتاج ان هما يعني يقعد يوم كامل في التلاجة على الاقل. يلا نطلع حته كمان ونشوفها.
زي ما قلت لكم اهم حاجه ان انتوا تحطوها في التلاجة يوم كامل. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. القطعه متماسكه بس الجيلي هو اللي عايز يتماسك اكتر. هنا طبعا في كائن عمال ياكل جنبي اهو مش قادر يصبر. بصوا هي ما شاء الله اللهم بارك طبقات وجميله جدا. نسمع رايك بقى يا ملك. 10 من 10.